بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة الأهلي وزد. كالعادة الأهلي مستمر في مسلسل الأداء الباهت في شهر رمضان. علي لطفي والعارضة يعني أبطال المباراة. تريزيجيه يعني حظ وحش جدا، ولكن مجمل المباراة لا، الأهلي ما كانش أحسن حاجة. الأهلي الشوط الأول الفريق كله تقريبا ما جاش. الشوط التاني يعتبر من بعد نص الشوط التاني لحد اخر الماتش، يعني تحس ان في ايه، هجوم وتحضير وفرص ضايعة، لكن في حاجة غلط في الفريق، مش عارف ايه هي بصراحة. خليني ادخل على التقييمات. محمد الشناوي 0، محمد هاني 1، ياسر ابراهيم 3، هادي رياض 2، بالعمري 2، مروان عطية 3، بن رمضان 1، إمام عاشور 3، بن شرقي 1، طاهر 2، مروان عثمان 0، البودلة حسين الشحات 2، تريزيجيه 8، زيزو 4، محمد شريف 2. انا كنت خايف من اول ماتش الجونة، الاهلي اداؤه ما يطمنش، بالاهلي بيكسب 1-0 بالعافية والماتش بيخلص على كده يعني. والماتش اللي فات برضو ماتش سموحة برضو خلص 1-0 برضو بالعافية. الماتش ده يعني انا في البداية لما الاهلي دخل فيه جون قلت اللعيبة هتفوق، بس الشوط الاول عدى خالص وخلص واللعيبة مفيش اي رد فعل ومفيش اي، يعني كأنهم لسه بيتعلموا كورة. الشوط التاني برضو بدايته اول تلت ساعة مثلا برضو مفيش اي تواجد. الاهلي مستحوذ، مفيش خطورة على المرمى باستثناء بعد ما التبديلات دي نزلت، يعني حسين الشحات وتريزيجيه وزيزو وبعدين في الاخر محمد شريف. الاهلي بدأ يبقى ليه شكل وتواجد. طب ليه احنا ما بدأناش اصلا بالناس دي؟ يستروب عنده مشاكل كتيرة. والشوط الاول كان فيه كور طولية كتير جدا، يعني مش عارف كان ليه.